هو ايه يا جماعه كميه الفيديوهات اللي على التيك توك المنتشره بتاعه ال 100 جرام رز و50 جرام مكرونه يكفوا فردين وانا ما عنديش مشكله ان كل واحد ماشي على قد ظروفه. بيجيب على قده. انا عندي مشكله ان الناس دي بحس ان هي بتكذب علينا. يعني انتوا يا جماعه مش بتوصلوا للناس افكار حلوه ان هم يقدروا يوفروا، لا انتوا بتوصلوا للناس كلها ان احنا يعني في بيوتنا جعانين، وان الضيف اللي بيدخل عندنا بيخرج ريقه ناشف ومعدته نشفان. فمش عارفه بصراحه الفيديوهات، يعني انا ما عنديش مشكله ان كل واحد يكون بيجيب على قد ظروفه، بس الفكره ان انا يعني اذا بليت فاستتب. والواحد اللي ماشي على قد ظروفه ب 100 جرام و50 جرام ده مفيش داعي ان هو يعني يفضح نفسه كده. واصل انا جبت ده 50 جرام وده 10 جرام، وكان عندي بقى طماطميه حطيتها، وكان عندي ليمونه عصرتها. ايه ده، حتى الليمونه والطماطميه اللي كانوا في البيت، اللي الوحيدين اللي كانوا في البيت عملتهم. يعني انا هدخل ثلاجاتكم هلاقيها فاضيه، وهدخل دواليب المطبخ اللي بيبقى فيها زيت ومكرونه ورز هلاقيها فاضيه؟ استحاله. طب ليه بتصدروا الصوره دي للناس ان احنا الضيف اللي هيدخل عندنا هيطلع جعان؟ يعني افتكر امي الله يرحمها زمان كانت تقول نعمل الاكل ونعمل بزياده شويه عشان لو خبط علينا طفل ولا ضيف ولا حاجه يبقى في طبق نحطه له. لدرجه انا عايزه اقول لكم ان انا مره رحت عند بنت بسيطه قوي، كانت زميلتي في الكليه، فانا عارفه ان هي على قد حالها. والله العظيم يا جماعه زي ما بقول لكم كده، تخيلوا يعني الناس دي بتهتم بان هي تستر نفسها قدام الضيف او قدام الغريب ازاي. يعني انا اسفه، يعني قاعدين في الارض على البلاط يعتبر، وعشان تكرم ضيفها اللي هو انا كزميله ليها، يعني رايحه لها اخد منها ورق وكده، طلعت لي موز من تحت السرير. يعني غالبا الموز ده متشال للضيوف. فمش عارفه، انا من الناس اللي مرت بظروف وحشه يا اخواتي، ويعني بال 100 جرام وال 200 جرام، بس ما كنتش يعني كنت بستر نفسي، بستر بيتي وبستر عيالي، ما اقولش، ما اروحش احكي، ما اعرفش الناس ان اللي هيدخل عندي لا مؤاخذه يعني هيطلع جعان، هيطلع عطشان. يعني انا مش متخيله 100 جرام رز ومكرونه يعملوا غدا ازاي. يعني اذا كان البطاطسيه دي على الميزان اكتر من ربع كيلو، يعني الثلاث بطاطسات دولت كيلو وشويه على فكره يا جماعه. فانت لما بتجيبي 100 جرام بتجيبي ايه؟ بتجيبي نص بطاطسايه. كلام اكيد. يعني عندك خير ربنا برضو في الثلاجه، شويه بيض، شويه لسان عصفور في الخزين، ازازه زيت مركونه، كيس سكر. انما تقول لك 100 جرام وجبت 100 جرام رز وجبت ما اعرفش بكام رغيفين، وخدت بقى الليمونه اللي كانت عندي والطماطميه اللي كانت عندي، خلاص البيت بقى فاضي. افوره قوي بصراحه. يلا بينا على البس نبش النهارده هنعمل سندوتشات بطاطس محمره يا اخواتي.